يوم 2/5 من 2 مليون سنة. أيام العصر الحجري كان في حالة من الفراغ والسكون والملل. كان كل اللي متاح إنك تسمعه وقتها هو أصوات الحيوانات والرياح والديناصورات. كان ده حال الناس وقتها. كاتيانا يومي زهقان. ملال كو 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 لو 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 ملال. كاتيانا يومي تعالى ناخد لنا ديناصورين وننزل نتمشى بين الكهوف. ملال يلا اهو نقعد على بحيرة ونسمع صوت خرير مية. اوف 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 اوف، بس ده شيء ممل وأومليتي جدا. عندي فكرة فحيتة. ما تيجي نقتل بعض ونرتاح ونريح أهو نتسلى. كاتيانا يومي فكرة جامدة حجر. خد دي. يلا دور عليك، خد دي. في يوم 2/5 من 7000 سنة. 7000 سنة. في العصر الفرعوني كانوا ملوك الفن والرقي والحضارة، بس برضو كان عندهم حاجة ناقصة، هم نفسهم مش عارفين ايه هي. يا ساتر يا رع، من يوم ما خلصنا خوف وخفرع ومنقرع من 3 سنين واحنا قاعدين هنا تحت المسلة الفصيلة دي. معاك حق، بس بيقولوا اننا هنركب ودان ومناخير ابو الهول بعد 3 سنين جايين يا شقيق. طب وفي ال3 سنين دول هنعمل ايه؟ هنفضل جنب المسلة؟ ما نفضل قاعدين جنب المسلة ونتسلى. ما تيجي نتمشى تحت السفح يا صاحبي؟ ماليش فيه، بس سفح ايه؟ سفح الهرم يا معلم، او نروح نقعد في كافيتيريا في نزلة السمان. بيقولك في مزز من منف لاجئين هناك بيقدموا عروض رقص وحاجات جامدة جدي. بص، من غير منف ودوران، انا الكافيتيريا دي بالذات ما اقدرش اعتبها. الواد حور محب لاجئ هناك وانا بصراحة قافل معاه. طب هنعمل ايه في الزهق ده يا شقيق؟ بقولك ايه، انا هنزل اتسلى في مقبرتي شوية، اهو انحت لي ركنة، ازخرف لي مترين في السقف، انحت ايوتها تمثال. اوف، تصدق معاك حق، وانا هقوم احجز لي جمل ملاكي يوديني لحد طيبة، او الواحد يغير له يومين هناك. سلام يا شقيق. مع السلاح. في يوم 2/5 من 80 سنة. أيام العصر الطرابيشي. ده بقى كان وقت الروقان والفن والسلطنة. يعني الست منيرة المهدية ده الحب ضحك والهجر
والست بديعة مصابني الغيرة يا نار الغيرة يا ما بتدهن ونفاق إنما بتربي الحيرة أكتر عند الستات الغيرة. والست أم كلثوم وذات أخايا نار ومحمد أفندي عبد الوهاب. مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني وتشغل. وبالرغم من كل النعم دي كانوا برضو حاسين بزهق فظيع. كانوا برضو حاسين بزهق فظيع. يسعد صباحك يا شوكة أفندي. أهو صباح وخلاص يا تحسين أفندي، اتفضل. وادي قاعدة. مالك يا شوكة يا أخويا؟ زهقان وطهقان وبوزك شبرين، في إيه؟ وحياة نينا لا تحكيلي. هو إيه في الدنيا القميئة المملة دي ما يزهقش؟ مانع تقول له انت صغير. انت عارف ان امبارح كان اول خميس في الشهر، يعني حفلة الست ام كلثوم، يعني مضطرين للأسف الشديد ننتظرها شهر كمان ونتحرم من صوتها العذب وطلتها البهية. أوف يا أخي. يا سيدي هون على روحك وما تضايقش نفسك، وبعدين انت عندك جهاز الراديو الاختراع الحديث الهايل ده، وهي الإذاعات الأهلية على قفا من يشيء. أنا عارف يا تحسين يا أخويا، كل المحطات دي فيها ملل وشبه بعضها، وكل ما اسمعهم تحصل لي حالة من الغثيان، وفي بعض الأحيان ولو مؤاخذة حالة من الإمساك. يا سلام عليك يا شوكت، فكرتيني ليه يا أخي؟ ده أنا بطني زمت عليا من أول امبارح. طب أقول لك، ما تيجي نسهر مع سي السيد أفندي في عوامة زوبة العمشة في روض الفرج؟ لا 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 لا، أعوذ بالله يا أخي، أنت إيه؟ أنا أصلاً كنت هناك الجمعة اللي فاتت. يا خسيس وما تقوليش. إيه؟ بتقول حاجة يا تحسين أفندي؟ لا أبداً، أنا في الحالة دي مضطر أروح أنفخ طربوشي وأحف حواجبي وشواربي وأنزل الغورية أمتع نظري بالصبايا الحسان. أهو حاجة تكسر الملل ده. تصدق معاك حق، أنا كمان هاخد نينا وزينب والأولاد ونروح نأجر لنا عشة في راس البر. حاكم نينا بدها تعمل تاني يا أخي من فترة طويلة. سلام، أتمنى لك نهار سعيد. نهارك سعيد يا شوكة أفندي. إلهي منتك تتحرق في الشمس، ما توعى تلاقي اللي يطفي نورها. ها؟ انت كنت بتقول حاجة يا تحسين أفندي؟ لا ده بعيد عنك، الإنساك مبهدلني. في يوم 2/5 في وقتنا الحالي كانت الدنيا اتغيرت خالص، لأنه كان في اختراع جديد وعبقري اسمه راديو بص وطل. اسمه راديو بص وطل. راديو بص وطل. راديو بص وطل.
الاخبار سالي ومصطفى والملك عبد الله فرج. رقمنا 26 وبس. 66 81 وبس. مساء الفل يا هاني. مساء الفل يا طعيمه. لا مش للدرجه دي، انت جاي تشحت. مساء الفل على كل اصدقائنا مستمعينا، مستمعي راديو بص وطل ومستمعي فخفخينا. انا مبسوطه قوي يعني، وهطير وارفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. بس انا كل خوفي ان وانت طايره في الفضاء تروحي. انا مركبه سوسه فعلا. على راديو بص وطل، اقوى راديو انترنت، حلقه جديده من ساعه ونص الواحد بس، معاكم فيها ساره سعيد ومن على الميكسر. ولكن في الاصل هي ليست امي الحقيقيه. امال ايه؟ هيلاري كلينتون. هنري كلينتون هي امك الحقيقيه؟ نعم. تقوم انت توز كوريا تضرب امريكا بالنووي؟ نعم. جاءت لي امي هيلاري وقالت لي انا مخنوقه جدا من كوريا. مساء الخير عليكم في ساعة جديدة من ساعة على الرصيف مع خليل جمال، ومن على المكسر عمر الكولي. حلقة جديدة من 3 في 1 ومعاكم عمر لي، ومن على المكسر البطل الكينج الكبير عبد الله فرج. كل يوم حد الساعة 4 بيكون معاكم على الهوا شيماء زكي، ومن على المكسر عمر الخولي، وحلقة جديدة من 5 ستارز. زي كل يوم سبت الساعة 7 حلقة جديدة من أدمن لايف على راديو بص وطل، أقوى راديو على الإنترنت. محمد محجوب، منى عبد الفتاح. لكن دلوقتي احنا بنسمع سوا شارلستون مع ماجد مراد، مع الميكسر محمد صالح. جديدة من ألوها زمان كده. معاكم دلوقتي سالي عبد المنعم وعبد الله فرج من الإخراج. مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو بص وطل، حلقة جديدة من سينما راديو. النهارده معاكم احمد المهدي ومروه بدوي. يا مساء الفل عليكم في حلقة جديدة من حلقات الفانكوس، معاكم خليل جمال وماجد مراد ومحمد صالح من رامكس. الكلام على ايه؟ برنامج الجوائز والمسابقات والالغاز، بيبقى معاكم شيماء زكي ورنا محمود. يا مساء الفل على كل مستمعي راديو بص وطل، حلقة الثلاث من جيم اوفر، معكم محمد عادل من 10 ل 11. دلوقتي معادكم معانا مع هتسمع فن. هتسمعكم النهارده رندا فاروق على المكتب. اهلا وسهلا في حلقه جديده من حلقات حكاوينا مع مخرجنا الرائع عبد الله فرج، وانا كنت معكم اميره مطران، ومعاكم عمر عبد المقصود، وحلقه جديده من هوسك. وش كان بعدها مع سالي عبد المنعم ومنى عبد الفتاح، وطبعا منورنا بره على الميكسر عبد الله فرج. يلا ناكل صح، وكالعاده معاكم رنا حسين ودكتور محمد ابو الغيط، ومن على الميكسر عبد الله. احنا معاكم دلوقتي سياسه وش مصطفى خضر والاستاذ عمرو عكاشه والملك عبد الله فرج من على الميكسر. حلقه جديده من لعيبه على راديو بص وطل، معاكم محمد صلاح وابراهيم عمر. اظن بعد كل ده ومع كل المذيعين دول لا يمكن تحس بالملل. زي الأيام دي من كام سنة كان راديو بص وطل حلم صغير، النهاردة الحلم كبر وبقى واقع وكيان. بص وطل أقوى راديو إنترنت. راديو بص وطل مش بيت للي شغالين فيه وبس، راديو بص وطل بيت وعنوان لكل مستمعيه. راديو بص وطل كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. يا نور جديد في يوم سعيد، يا نور جديد في يوم سعيد، عيد بص وطل ده أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد، عيد بص وطل ده أحلى عيد.